الحمد لله الكريم المنان العظيم السلطان الرحيم الرحمن الأول فالسبق لسبقه المنعم فما قام مخلوق بحقه الموالي بفضله على جميع خلقه بشرائف المنائح على توالي الزمان جل عن شريك وولد وعز عن الاحتياج إلى أحد وتقدس عن نظير وانفرد علم ما يكون وأوجد ما كان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار السلام وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومبلغنا ومصطفانا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين. وبعد أيها الإخوة الأحباب، مع اللقاء الأخير في سلسلة الدار الآخرة، وبعدما سمعنا كل الأهوال التي مضت والعذاب بصوره وأشكاله وألوانه، بعدما سمعنا الحديث عن النار وصور العذاب في النار، أنتقل بحضراتكم اليوم من الحر إلى الظل، من الحديث عن النار في الجمعة الماضية إلى الحديث عن الجنة وما فيها من نعيم أعده الله لعباده الصالحين. نلتقي بمشيئة الله تعالى وفضله حيث الحديث عن الجنة. فما معنى الجنة؟ ما معنى الجنة؟ لفظ الجنة لما تبحث عن معنى كلمة في اللغة بتنظر إلى مشتقات الكلمة. مشتقات كلمة الجنة من مشتقاتها أو من مدلولاتها: الجن، المجنون، الجنين، الجنة. ألفاظ مشتقة بعضها من بعض، كلها من مادة جن وهو الستر. قد يقول قائل: جنين، مجنون، جن، جنة، ما وجه الشبه؟ ما وجه الشبه بين كل هذه الألفاظ؟ اسمع أخي الحبيب: سمي الجن جنا لاستتاره عن عيون البشر. انت بتشوف الجن؟ ابدا، لا تراه، مستتر. قال الله: إنه يراكم هو